شوف شي حاجه كتكتبوها ماشي هي هذيك، لا لا، انا كنشوف كنقرا الصوره، وحق لي ان اشك. علاش؟ لان هناك معطيات، هناك اشياء يجب ان لا نتغافل عنها، اليس كذلك؟ البنت ها هي قالت لك عزيز هناوي، عزيز هناوي بالنسبه لي انا اخوان الخونه، وبحال حسن بن نجاح وبحال عزيز غالي وبحال بعض الحقداويين راكم عرفتوهم. فبالله عليكم الا يحق لنا كمناضلين او عاملين في الحقل الاعلامي ان نجمع الاوراق فيما بينها حتى تكتمل الصفحه؟ شي خطير المعلم. كتفكرنا في هذاك الجزائري اللي كانت في الفنيد. بالضبط، الله يجازيكم بخير. هل تتذكرون الجزائريه ديال الفنيدق فاش خرجت الملك انا ولدي ما لاقيش حتى هذه كنفرتت لي غير الخبز والماء، الملك انا ولدي كيموت بالجوع، وهي شاده التليفون ب 9000 درهم، الملك حنا ضايعين، الجاليه بارطاجي، وجمعت عليها، قدرت تجمع عليها مجموعه من الميكروفونات. وهكذا يفعل الخونة والعملاء والجواسيس. علاش؟ باش توصل هي ديك الفيديوهات وكيتفرجوا داك الساعات، عقلتو كانت مبلبله في الفنيدق، والناس ديال الجاليه غير كاين اللي غادي في الاول لو لم الا ما كناش عقنا بها كانوا يقدروا يحسبوها مغربيه ويبداو يبارطاجيو يقولوا الله انا ناري على المغرب، الله دي على المغرب كي داير، شو على المغرب كي داير، فهمتوا؟ باش يحبسوا الاقتصاد ديال المغرب وباش يخوفوا الجاليه المغربيه المبجله، باش يقول لك واه شو المغرب كي داير. وهذا الشيء اللي وقع انذاك، اضطرينا نطلعوا فيديوهات ولايفات ونكشفوا المستور. لكن حميد المهداوي كان له راي اخر. حميد المهداوي كما قلت يفرقون الادوار فيما بينهم. اسمعوا مزيان الله يخليكم، يفرقون الادوار فيما بينهم. والدليل هو حميد المهداوي دار فيديو فيه ساعه المكانه واللي وصل اكثر من 1.5 مليون مشاهده وربح منه زباله ديال الفلوس. ولكن حنا الغرض ديالنا ماشي هو الفلوس، الغرض ديالنا هو ان حميد المهداوي طلع بتمثيليه، يعني بالحركات، كنقول بملامح الوجه، بعينيه، بيديه، بمناخره، كيخشي يدو في مناخره وكيقول لكم شوفوا اخوتي المغاربه، الله اخوتي المغاربه، هذه مغربيه مسكينه وهي جزائريه ما عندها حتى علاقه بالمغاربه والمغرب. هذه شوفوا اخوتي المغاربه كتموت مسكينه كتوكل ولادها الخبز والماء، شوفي مسكينه كتقول بغات تبيع كلوتها للحراق باش يحرقها، شوفوا اخوتي. طلعت انا مباشره قلت لكم المهداوي كذاب، المهداوي يساعد على اثاره الفتنه والبلبله في المملكه المغربيه. ومن داك الساعه وانا كنقول لي نتحداك تواجه معايا، وهذيك بوحدها فيها نشر ادعاءات كاذبه وانت تعلم بعدم حدوثها او عدم